قال الجيش المغربي: اذهب اذهب اذهب، يمكنك الذهاب. يمنعوك. لا، لم يمنعك، ولم يمنعك الجيش الإسباني. عندما أتيت إلى هنا، قال الجيش المغربي اذهب، وقال الجيش الإسباني تعال تعال. نعم، تعال. ماذا قيل لهؤلاء الناس الذين أتوا جميعا إلى إسبانيا في وقت واحد؟ ماذا وعد هؤلاء الناس؟ إن الادعاء بأن 1300 شخص فقط، وفقا لوسائل الإعلام الرئيسية، لم يبقى هنا في بلدي هو محض هراء. هذا الشاطئ مليء بالمهاجرين. انظر إلى ذلك، آلاف مؤلفة من الرجال يجلسون هنا ينتظرون الذهاب إلى أوروبا ومواصلة رحلتهم إلى دول أوروبية أخرى. الشرطة قادمة الآن، الجيش يطردهم. أوه، إنهم في الشاحنات. أوه، نعم. مرحبا يا صاحبي. لماذا أنت هنا في إسبانيا، على الحدود الإسبانية؟ ماذا تفعل هنا؟ تبنا لك. أهدأ أهدأ. لماذا أوروبا؟ أنت في أوروبا الآن. أوروبا، إلى أين تذهب بحق الجحيم؟ يا رفاق، أنا متجه إلى سياتل الآن. قبل عدة أيام، عبر ما يقرب من 50,000 مغربي الحدود الإسبانية بشكل غير قانوني. كيف يمكن أن يحدث هذا بحق الجحيم؟ هل تسأل نفسك وكيف هو الوضع الآن؟ لأنه وفقا لوسائل الإعلام الرئيسية، على سبيل المثال في بلد نوز، فإن الوضع قد تم حله تقريبا، وتمت إعادة كل مغربي تقريبا إلى المغرب. حسنا، دعونا نتحقق من ذلك بأنفسنا. دعونا نمارس الصحافة الحقيقية لنكن على أرض الواقع. هيا بنا. رحمة الله تعالى وبركاته. حمزة موسطى يحييكم. اليوم غادي نديرو واحد الرياكسيون جديدة مع واحد اليوتيوبر اللي هو ألماني اللي مشى للديار الإسبانية وبالضبط سبتة، وغادي نشوفوا الحقيقة اللي كاينة في سبتة، والأوضاع ديال المغاربة اللي كاينين في سبتة، وشنو كيوقع في سبتة. صراحة هذا الفيديو هذا تيدخل في الأعماق ديال الحقيقة اللي هي غادي نشوفوها كاملين في هاد الرياكسيون. ما تنساوش معاكم واحد كومونتير، واحد جيم، باش تشجعونا دائما ودائما نجيبوا لكم الافضل باليوتيوبر العالميين. غادي نخليكم مع هاد الرياكسيون هذا، وغادي نشوفوا الحقيقه الكامله اللي كاينه في هذا الفيديو هذا. هاد الاوضاع ديال المغاربه مساكن اللي كاينين في سبته حاليا، والشباب اللي كاينين في سبته، والمطالب ديال هاد الشباب اللي كاينين في سبته، والحقيقه اللي كاينه في سبته حاليا، ونقلب من قلب كيف ما تيقولوا العصيده. نشوفوها كاملين مجموعين. الإسبان يعودون بكم إلى المغرب. لا، العودة إلى المغرب لا. لذا باختصار، عندما جئتم إلى هنا، قال لكم الجيش المغربي اذهبوا، وقال لكم الجيش الإسباني تعالوا. يعني هذا هو من طرف محايد، يعني لا من هنا لا من هنا، يعني داير الفيديو كيصور الحقيقه، كيصور الإسبان، كيصور الناس وكما المغاربه، ترون كيصور يأتي الكثير من الناس من هناك، وكما ترون الناس هنا يجمعون الماء ويغتسلون به. تمر سيارة شرطة خلفي الآن، جميعهم يصرخون في وجه الشرطة: تحيا إسبانيا! والشرطة تمر. ما لم يكن كل هؤلاء الناس، وهم صادقون في ذلك، قد عبروا الحدود بطريقة غير شرعية. فماذا قيل لهؤلاء الناس الذين قدموا جميعا إلى إسبانيا دفعة واحدة؟ ما الذي وعدوا به؟ هناك أمر واحد يجب أن أذكره: لا ترى سوى رجال شباب. كذلك نشوف الجيش الإسباني 90% منهم باقون هنا. حسنا. نعم، حسنا. لا، باش تكون عندك الجرأة باش انك تصور الفيديو من قلب الحدث، صراحة
مجازف بزاف الامور. وهذا اليوتيوبر هذا هو كذلك انه جا دور ودار واحد لا فيديو اخرى ان شاء الله من بعد غنديروا الرياكشن عليها، نرياكتيو عليها حتى كذلك. قليلا. نعم. لا أتحدث العربية. لا، إنها الإنجليزية. لا أتحدث العربية. لا أستطيع التحدث بها. مهلا، لقد أتيت إلى هنا منذ عدة أيام. أتيت سباحة. سباحة. حسنا. الشرطة. الشرطة. بالنسبة لي إذن هو يقول أساسا إن الشرطة كانت غافلة. سمحت لهم بالمرور. شجعت الشرطة المغربية هؤلاء الشباب على المجيء إلى إسبانيا. هيا بنا. وشجعت الشرطة الإسبانية هؤلاء الشباب على المجيء، وهؤلاء الشباب يجيدون السباحة. لقد أتيت سباحة. أعتقد أنك سبحت لمدة 5 ساعات. 5 ساعات سباحة. 5 ساعات سباحة. 5 ساعات سباحة. نعم. حسنا، ربما أذرع قوية. حسنا يا شباب، شكرا جزيلا لكم. كل الاحترام لكم. لقد كنتم محترمين جدا معي، وأنتم تحترمونني أيضا. رجال طيبون. لنكن منصفين يا شباب. هل يمكنكم حقا لوم هؤلاء الأطفال، هؤلاء الشباب على المجيء إلى هنا؟ الانسان لهاد الدرجه انه صابر لهاد الظروف هادي كامله وصابر لهاد الشيء. يلا وصراحة الإنسان ما كاين ما أحسن من البلاد ديالو. واخا الإنسان خصو يكافح، الإنسان خصو يكافح، خصو يقرا، خصو يدير اللي عليه، يتعلم الصنعة، يتعلم كذا. حتى الإنسان إلا مشى مثلا لأوروبا عنده واحد الصنعة، عنده واحد الحاجة اللي غيقدر يديرها. ماشي غادي تمشي تماك ما عندك لا صنعة، ما عندك لا دبلومات، ما قاري حتى شي حاجة، وغتمشي تماك غادي تكون عبء على عبء، وغادي تعيش واحد العذاب، واحد ما نقولش لك عليه. وصعيب. وسول الناس الغربه اللي جالسين تماك اعوام سنين واعوام، واللي ما عندهم لا صنعه، ما عندهم حتى شي حاجه، معذبين في حياتهم. فرنسا. فرنسا. هولندا. أوروبا. 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 ما رأيكم؟ كيف تترجمون عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود وما زالوا هنا؟ مليون. شخص. على الأقل. أعرف. لنقل 6000. 6000. 6000. 6000 ما زالوا هنا. 6000. نعم. وهل يمكن للشرطة إجباركم على العودة إلى المغرب؟ إنهم يتحدثون فقط، وينصحون فقط. عندما دخلتم، قال الجيش المغربي اذهبوا، ثم سمح لكم بالمرور. وأريد أن أسأل ماذا فعل الجيش الإسباني؟ قال الجيش الإسباني تعالوا. الجيش الإسباني تعالوا. والله الا باز الوالدين اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو ديال هاد الناس هادو اللي كاينين تماك، الشباب الشابات اللي كاينين تماك، واللي عايشين في واحد العذاب لا مثيل له، وصابرين على هاد الذل. وعندما تمر المسيرات العسكرية، يبتعد هؤلاء الرجال عن الطريق، لذا إذا أبتعد ستختبئ، سترحل. أجل. شكرا جزيلا. أتمنى لك يوما سعيدا. نعم. مع السلامة. حتى أنهم يؤكدون أن الرقم 1000 غير دقيق تماما، بل هو خاطئ تماما، ولا يتوافق مع الأرقام الحقيقية، فهم يتحدثون عن 10,000 أو 15,000 تقريبا. قبل عدة سنوات كانت هناك محاولة أخرى لدخول الأراضي الإسبانية من قبل مغاربة، وفي ذلك الوقت لم يفعلوا ذلك عن طريق البحر، بل تسلقوا هذا السياج الكبير. ولكن قبل عدة سنوات
كانت الأرقام أقل بكثير مما هي عليه الآن، لأن حوالي 60,000 مغربي دخلوا إسبانيا. وبالطبع، عاد جزء منهم بالفعل بسبب الجيش، لكن جزءاً كبيراً لا يزال هنا. نسبة كبيرة من هؤلاء الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني لا تزال موجودة هنا على الأراضي الإسبانية. ووفقاً لوسائل الإعلام الرئيسية، هو ان كاينين مغاربه اللي تماك هما اللي تيحرشوا العسكر على مغاربه، على خوتهم المغاربه. هذه هي اللي غتسطيني، غتسالي معايا انا. ونصف الآن، وكنا نلتقي بمجموعات متتالية. وتصور معايا ان الانسان كيوصل بان درجه ديال انه الحقد خوك المسلم، خوك مغربي، لانه ساكريفي بحياته باش انه دخل لهاديك البلاصه غير باش انت كتجي كضرب ليه كلشي في الزير واصح. اي حاجه الوحيده اللي ما عجبانيش هو ان الانسان تيهضر خايب في البلاد ديالو. بالعكس، ما تنساش بان مادام ان مشيتي وحركتي ومادام انك كبرتي في هاد البلاد هذا، ما تنساش بان الخير ديال البلاد. كاينين شي ناس لانهم قارين، عندهم دبلومات، عندهم صنعه، ما لقاوش، لقاو بزاف ديال العراقيل، لقاو لهم العذر. ولكن هذوك الناس اللي الاجرام، بنادم تيدي ديال عباد الله وتيكريسيف ديال عباد الله وكيقتل وكيدير ويفعل بزاف الامور، بينو وبينك بالله عليك انك غتمشي لواحد البلاد وغتمشي تهضر على بلادك بهذه الطريقه خايبه، ما يمكنش. اما الانسان اللي هو واعي، والانسان اللي انه مثقف، والانسان اللي انه ما كينكرش الجميع، راه ما تيهضرش على بلادو بهذه الطريقه هذه، ما كيهضرش عليها بهذا الاسلوب هذا. بالعكس، الحمد لله بلادنا راه الناس بزاف كيتمناو ان المغرب يكونوا عايشين في المغرب، بزاف ديال الناس. والحمد لله ان اهم حاجه، اول حاجه، هو الاستقرار. لما كيكون الاستقرار الامني، راه اهم حاجه انك كتنعس في داركم ومرتاح، كتنعس، كتمشي انك تمشي تشري خبزه بدرهم، وغتمشي عند مول التقليه، تمشي عند مول اللوبيا، تمشي تقول لي عطيه خبز ما يقولش لك لا. توقف على انسان تقول لي فيه الجوع، الله حتى غادي يعطيك وغادي يقول لك خذ اشنو بغيتي. اما الا مشيتي للبلاد الغربه، راه والله ما كاين اللي غادي يحنفك. غتقول لي انا راه ما عنديش باش ناكل، يسد عليك الباب، يردخ عليك الباب، وعمك، خوك، خالك تمشي تما ما يشوفش لك فوجه. ما اسمك؟ من المغرب. ما اسمك؟ محمد وحسين. حسين، تشرفت بمعرفتكم. أنت من المغرب. المغرب. لماذا أنت هنا في إسبانيا؟ الحدود الإسبانية. لماذا؟ اللعنة. ماذا تفعل هنا؟ أوروبا. أهدأ. لماذا؟ اللعنة على أوروبا. أنت في أوروبا الآن. لماذا أوروبا؟ لماذا؟ لا، اللعنة عليك. صفر. من تظن نفسك لتقول اللعنة على أوروبا؟ من تظن نفسك بحق الجحيم؟ اللعنة على أوروبا. اذهب والعب أوروبا. هاهو مهلا. اللعنة على أوروبا. عد إلى الحدود إذا كنت تريد أوروبا. اللعنة. ماذا تفعل بحق الجحيم؟ اللعنة عليك. ما هذا الرجل لا يصدق يا رجل. لا يصدق. إذن أعتقد أن ليس كل الرجال ودودين. لا، بالتأكيد. إذن لماذا تريد أن تنام مع أوروبا وأنت هنا؟ لماذا؟ ماذا تفعل هنا إذن؟ اسألهم عن رأيهم في الوضع هنا. لقد كان هذا صعب. أعرف. صعب. لقد كانوا يعيشون في جحيم. في الجحيم. أجل. في الجحيم الآن. نعم، أجل. لقد تعرضوا للسرقة. ماذا سرقوا؟ لماذا سرقوا؟ من النافذة. هناك بعض الأشخاص الذين سيأتون ويريدون المساعدة. أجل. ومع ذلك هناك آخرون أشرار. هل يمكنك أن تسأله كشخص محلي يعيش هنا منذ 30 أو 31 عاما، كم منهم لا يزال هنا؟ من 50,000. في الجبال. إذن صديقي يقول إن هناك ما بين 15 و20 ألف شخص لا يزالون مختبئين في الجبال. وكذلك على الشاطئ. في المدينة. حسنا.
في كل مكان. وهم يكذبون. أعرف. لماذا يعتقد أن الحكومات تكذب بشأن هذا؟ إنهم يهتمون فقط بالمال، لا يكترثون بالإسبانية ولا بالمال. أصوله عربية وهو عربي محلي. حسناً، لنسأله بعض الأسئلة. بالتأكيد، اسأله عن رأيه في قدوم هؤلاء الإخوة العرب إلى هنا. إذا جاءوا للعمل وفعل الخير فهم مرحب بهم، لكن بعضهم إن لم يأتوا للعمل فعليهم إن اضطروا للمجيء الحفاظ على نظافة المدينة. هذا ما قاله. هل هذا يحدث؟ هل يحدث الآن؟ في البداية كان هناك عدد قليل من الأبقار، لأننا لم نكن نتوقع هذا العدد الكبير من الناس. لقد عبر الحدود كما ترى. هل يمكنك أن تسأله كيف يمكن لهذا العدد الكبير من الناس عبور الحدود دفعة واحدة؟ 50,000 ليس أمرا طبيعيا. لقد رأى الكثير من الناس يتجهون نحو الحدود فتبعهم. حسنا، أريد أن أعرف ما الذي وعدوا به. هل يمكنك أن تسألهم ما الذي وعدوا به؟ لماذا اختاروا المجيء إلى أوروبا، إلى إسبانيا؟ ما هو الهدف؟ حياة أفضل، حياة هادئة، حياة أفضل بشكل عام. السؤال الأخير، أخبره بالسؤال الأخير. ما هي خطته؟ إلى أين يريد الذهاب؟ ما هي وجهته؟ ممتاز. فرنسا. حسنا، فرنسا. أخي، أتمنى أن تصبح طبيبا. يا دكتور، أخبره. أتمنى أن تصبح طبيبا. آمين. حسنا، شكرا جزيلا. شكرا لك يا أخي. هاد السماعات GM13 هما أذكى ما كاين حاليا. واش كتعرف باللي كيدعموا أكثر من 130 لغة بالذكاء الاصطناعي بما فيها الدارجة المغربية؟ غير حسنا، شكرا جزيلا. شكرا لك يا أخي. إذا يا رفاق، لأعطيكم لمحة سريعة عما يحدث الآن هنا في كيتا. مرحبا يا رفاق. مرحبا يا رفاق. سأعطيكم لمحة سريعة. هذا الشاطئ ممتلئ بالمهاجرين. انظروا إليه. مرحبا يا صديقي. جيد. حسنا، انظروا إليه بجدية. آلاف الناس هنا ينتظرون في طابور. جرينا والله ما بلادي حسن لي يعني. مشيت تما نبقى نتكرفص بحال هكا الشوه بحال هكا ود العذاب. بنادم كيحتقر فيه بالطريقه هادي. شمن الحياه هادي؟ شمن الحياه؟ دله دا ما بقاتش عندك قيمه ديالك. الهويه ديالك ما بقاتش عندك. الهويه ديالك انت مغربي كتحيدها صاحبي. ما يمكنش صاحبي. لا الدرجه بنادم كيرضى بالدله صاحبي. لا الدرجه كيهضر على بلادو بحال هكا. راه البلاد دايره فيها امك، فيها اختك، فيها خوك، فيها عمك، فيها كلشي. انت اللي ما قريتيش، انت اللي ما بغيتيش تقرا، انت اللي ما بغيتيش انك دير واحد الهدف وانك تمشي تضرب جماعه كتقلب عليها بارده. راه ما يمكنش. سنغال. أراك في روما بعد بضعة أشهر. حسنا، يا وسائل الإعلام، هل لديكم تفسير لهذا؟ أخبروني. هل ذهبتم إلى هنا؟ هل تحققتم من الأمر؟ أظن أنكم لم تفعلوا. انظر إلى الأمر. آلاف مؤلفة من الرجال يجلسون هنا. مرحبا يا صديقي. يجلسون هنا ينتظرون الذهاب إلى أوروبا ومواصلة رحلتهم إلى دول أوروبية أخرى. مرحبا يا رفاق. مرحبا. حسنا، سأسأل مرة أخرى. هل يبدو هذا لوسائل الإعلام الرئيسية وكأن الوضع قد تم حله؟ ربما فقط ربما لدينا معايير أخرى ممكنة، لكن هذا الجزء من سييتا. آلاف مؤلفة من الرجال هنا، رجال أفارقة ينتظرون مواصلة رحلتهم عبر أوروبا بشكل أساسي عبر أوروبا.
مرحبا يا رفاق، إنه لأمر محزن أن نرى ذلك، أليس كذلك؟ إنه لأمر محزن أن نرى ذلك، وبصراحة هل يمكنكم لوم هؤلاء الرجال على المحاولة؟ أعتقد أنه لا يمكنكم لوم هؤلاء الرجال الجالسين أمامي، سودان، الجالسين أمامي على المحاولة. أعتقد أنه لا يمكنكم لومهم، لكن ما أعتقده هو أنكم كوسائل إعلام رئيسية تتحملون مسؤولية قول الحقيقة كاملة عما يحدث في هذه القضية في الكويت وإسبانيا، لأن ما تقولونه لنا من أن كل شيء قد حل وأن الجميع تقريبا عادوا هو كذب، مجرد كذب. انظروا يا رفاق، اللقطات تتحدث عن نفسها. الشرطة قادمة الآن والجيش يطردهم. لا أعرف السبب تحديدا، لكن هناك شيء واحد مؤكد، هذا المكان. مرحبا يا صديقي، تشرفت بمعرفتك، تشرفت بمعرفتك. هذا المكان مليء بالمهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا الحدود قبل عدة أيام، وأعتقد أن الشرطة الإسبانية لا تعرف ماذا تفعل حيال ذلك، لكن كونوا صادقين، لا تكذبوا بشأن الأعداد. انظروا إلى هذا، كنت أشاهد فيديوهاتي، ها هو تشاهد فيديوهاتي. من أين أنت يا أخي؟ من حسنا، أنت تشاهد فيديوهاتي، شكرا جزيلا لك، أقدر ذلك حقا. تشرفت بمعرفتك يا صديقي، تشرفت بمعرفتك. إنها فوضى عارمة هنا، آسف يا صديقي، إنها فوضى عارمة. هناك شخص آخر يحاول العبور، الشرطة تطالبه بالعودة، لكنه في النهاية يمشي في البحر ويتركه. يا له من موقف عبثي. شخص آخر هناك وظهره في البحر. آمل أن تنقل الكاميرا ما حدث، وأعتقد أن الشرطي لن يحاول حتى منعه، ببساطة يتركه يمر. ما هذا بحق الجحيم؟ يا رفاق، ما رأيناه للتو كان جنونا تاما، خارج عن السيطرة تماما. آلاف مؤلفة من المهاجرين عالقون على الشاطئ، والشرطة لا تعرف ماذا تفعل. الوضع خارج عن السيطرة تماما. إنها فوضى عارمة، فوضى عارمة. لذا كل وسيلة إعلامية وكل منصة تحاول إخباركم أن الوضع هنا في سياتل تحت السيطرة تماما، إنما تكذب كذبا صريحا. ليس كذلك. الشرطة تدفع هؤلاء الرجال بعيدا الآن أيضا. انظروا، انظروا خلفكم. ما هي أوامركم بإبقائهم هنا؟ لا أصدق، لقد كنتم لطفاء جدا معنا، شكرا جزيلا لكم. انظري، الشرطة تحاول إبعادهم. بمجرد اقتراب الشرطة يغادرون إلى مكان آخر، لكن لنكن منصفين، الشرطة لا تسيطر على الوضع إطلاقا. لا، وفقا لوسائل الإعلام، نعم، وفقا لوسائل الإعلام كل شيء تحت سيطرتي، وفقا لوسائل الإعلام كل شيء تحت سيطرتي، لكن وفقا للواقع رأينا أن الوضع ليس تحت سيطرتي، إنه ليس كذلك على الإطلاق. وتخيل أن هناك على هذا الشاطئ ربما 500 شخص يجلسون بشكل غير قانوني، لكن هذه مجرد قطعة صغيرة من الأرض. إنه شاطئ صغير جدا. عليك الانتظار حتى تقرر الشرطة فعل أي شيء أو أي شيء تريده. لا يمكن للشرطة إعادتك. لا، أنت لا تصدق، فقط تحلى. بالصبر هنا، وربما تدعو الله أن يكون قرارهم متوافقا مع قرار الحكومة الإسبانية. هل تقصد ذلك؟ كم من الوقت سيستغرق ذلك لأنك هنا منذ 5 أيام الآن؟ لا نعرف، فقط تحلى بالصبر. لا تتحلى بالصبر. It's funny how every card promises freedom until you actually try to use it. Some cards look clean, some look expensive, some have the يا جماعة، نحن نقود السيارة الآن في منطقة أخرى من سيتا سويتا، وبصراحة الجو متوتر هنا. نعم، لا نشعر بالأمان هنا، نشعر وكأن شيئا ما سيحدث في أي لحظة. لذا بمجرد أن حاولنا التصوير بدأ الناس بالصراخ. نعم، 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 انظروا إلى هذا. كنا نمر بالسيارة ونحاول تسجيل أكبر قدر ممكن، لكن شنو بان لكم؟ ما هذا؟
يا إلهي، شنو بان لكم انظروا إلى هذا، نريد المغادرة. الناس لتحت. شنو بان لكم في هذا الامور؟ عالقون هنا. انظروا، الشاطئ ممتلئ، الشاطئ ممتلئ، وليس ممتلئا بالسياح، إنه ممتلئ بالمهاجرين يا جماعة، إنه جنون. انظروا إليه، انظروا إلى هذا العدد الهائل. انظروا يا جماعة، ما هذا؟ ما هذا بحق الجحيم؟ هيا بنا نخرج. نعم. هيا بنا نخرج. نعم، هيا بنا نركن السيارة. ترون كل هؤلاء الناس يتجمعون هناك في سوبر ماركت صغير واحد. أوه، إنهم في الشاحنات. أوه، نعم. قضيت أمسية جميلة في وسط المدينة. أهلا يا رفاق، كيف حالكم؟ أهلا أهلا. هل لي أن أسألكم سؤالا؟ أعتقد أنني أعرفكم، رأيت حسابكم على إنستغرام. ربما أيضا في الأعلى، ربما حوالي 20 أو 30 أو 40 رجلا يجلسون على صخرة في البحر. يا رفاق، كان هذا مجرد مغادرة المكان والعودة إلى الوطن. شيء واحد مؤكد، وسائل الإعلام الرئيسية تكذب كذبا صريحا. إنهم يقللون من الأرقام، لقد رأينا ذلك بأنفسنا. لا يزال المكان مليئا بالمهاجرين الأفارقة. لا يمكننا لوم هؤلاء الرجال، لأنه لو كنا في نفس الموقف نعيش في فقر، لكن حاولنا أيضا. يجب أن نلوم حكوماتنا. على سبيل المثال، الحكومة الإسبانية، الحدود الإسبانية، والحكومة المغربية في هذه الحالة. أخبروني برأيكم في هذا الفيديو، ونراكم في المرة القادمة. الفيديو هذا ديال اليوتيوبر هذا الالماني اللي بين لينا الحقيقه من قلب السبته، وبين لينا الامور كيف ما هي، كيف ما كتشاف. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعجبكم هذا الرياكسيون هذا اللي درنا، رياكتين على هذا الفيديو هذا ديال هذا اليوتيوبر، هذا الفلوق هذا اللي دار. ما تنسوش معكم سبسكرايب، فعلوا الجرس وباش يوصلكم دائما الجديد. مرة تنديروا ضحك، مرة تنديروا الحقيقة، مرة تنديروا الصدمات، مرة كنوعوا من جميع الأمور. وهذا هو الهدف. ولا فيديو لاحق إن شاء الله بإذن الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.